فيلم سمير وشهير وبهير واحد من فيلمين حولوا شكل الكوميديا لشكل جديد ومختلف عن قبل كده. فيلم خد فكره مثيره جدا وهي السفر عبر الزمن بس في اطار كوميدي، دون النظر بقى لتكنولوجيا السفر دي تمت ازاي عشان ينتج عندها فيلم بيقدم الضحك بشكل مختلف ومتنوع جدا من غير الحزق اللي الجيل القديم في الفتره دي كان عمال يعمله. فخلينا نبدا ونتكلم عن الفيلم، طريقه كتابته، كوميديته، وكمان اخطائه. بيبدا الفيلم بحركه ذكيه جدا، هو ان الاب بيحكي اللي حصل عشان يضرب عصفورين بحجر، مره من ناحيه ان هو يختصر الموضوع وينجز في تقديم الشخصيات الثانويه عشان يبدا يبني الابطال اللي هم سمير وشهير وبهير، ومن ناحيه تانية عشان لا يحرق حاجات كتير ولا المشاهد يتلخبط. وبيحكي الاب ازاي اتجوز الثلاثه في نفس اليوم بالصدفه، بهيره في حفله هوانم جاردن سيتي، وشهيره في المستشفى، وسميره كانت شقط فجت في حادثه. وبعد كده بيبدا تقديم الابطال وبنبتدي بسمير، ترسم له شخصيه بتبقى مبالغه جدا في حب السقه، وزي ما انت عارف ان المبالغه دايما بتجيب كوميديا، وبيبقى هو الكومبارس بتاعه لكنه كومبارس فاشل. تستمر المبالغه المصاحبه للتناقض في تقديمه شهير، ورغم ان هو مش احلى واحد فيهم شكلا لكنه بيبقى شقط نص بنات الجامعه. وبيجي المشهد الكليشيه العبقري اللي ممكن تعتبره سبوف على الافلام اللي بتقدم الواد المقطع او البت الروشه زي كل تقديمات ياسمين عبد العزيز مثلا، وهو ان بينزل شهير سلو موشن مع موسيقى سكسي كده علشان يغير الكاوتش. ونروح بقى البهير اللي غني غنى فاحش لدرجه ان هو بيعامل الفلاحين اللي عندهم معامله فيلم الارض، وبرده بيبقى فيه مبالغه ان هو فرفور خالص. فانت كده بنيت 3 شخصيات فيهم مبالغات كده كده هينتج منهم ضحك حتى لو ما تعرضوش للحبكه بنسبه كبيره. يعني هتلاقي سمير عايز يبيع العربيه ويجيب حصان يروح بيه الكليه زي السقه، وشهير بيخش في شله بنات يطر بيها المدرج، وبهير بيجيب كل اسبوع ب 8000 جنيه بوكسرات. لكن الفيلم ما بيستمرش كتير في الحته دي وبيبدا يبني للحبكه، فبيخشوا في تحدي وهو انهم يعملوا مشروع تخرجهم سوا، وبما ان امهاتهم ضراير فهم كارهين لبعض فبيتخانقوا. المهم بيروح سمير البيت وكالعاده بيتدرب على حركات السقه، وبتخش امه عشان تزود التناقض اللي هيحصل قدام، وبتكلموا عن قد ايه ان هي كانت شريفه وشقيانه ومحافظه على نفسها في المجال ده. وعن الناحيه الثانيه بنروح لشهير، وانا بحب رد شهير قوي على الست دي لما بتقول له دي معجزه انك قادر تمشي. لا هي المعجزه يا طنط ان حضرتك اصلا لسه عايشه لغايه دلوقتي، وبعدين كفايه شد بقى، ده انت عينيكي بقت في قفاكي. وهما الاثنين بيردوا على بعض تحت رايه كوميديا التنمر، او ساعتها كانت تريقه عادي. المهم بنرجع تاني للاين الكوميدي الابرز لحد دلوقتي وهو سمير وتقمصه لدور السقه، لدرجه ان هو بيسرق عربيه الخضار عشان يركب على الحصان زيه. انا اكتر حاجه بتعجبني في الفيلم ده الاستراكشر بتاعه، يعني هو خد وقت في الاول في تقديم كل شخصيه وحكايه الاب لتفاصيل هتخدم القصه قدام، وبعدين ابتدى ياخد كوميديا من كل شخص فيهم، وده عشان ما يخليش الفتره بتاعه تقديم الابطال والبناء للتحدي اللي هيخوضوه سوا ممل. وهو نجح في ده جدا لدرجه ان هو فضل ماشي على المنوال ده 22 دقيقه من غير اي ملل ومن غير ما تحس ان في استظراف مثلا. وده ناتج عن ايه؟ عن ان رسمه الشخصيات فعلا حلوه، فهو رسمهم ورماهم في مواقف، فبينتج اسمى نوع من انواع الكوميديا وهي كوميديا الموقف. ومش بس كده، لا ده بتبقى مصاحبه بالافيهات او الكوميديا اللفظيه. ودلوقتي بنوصل للتحدي اللي هيخوضوه سوا، واللي هو الانتقال عبر الزمن للماضي عن طريق اختراع دكتور بصير. واختيار ان هم يروحوا السبعينات كان ذكي جدا وصعب جدا، لان الفتره دي فيها تغيرات كتير بيجي الفن، الثوريه، والموضه الغريبه، ففي ماتيريال كتير قوي تسبوف عليه. وبيجي اكتر حاجه كوميديه وذكيه في الفيلم من وجهه نظري، وهي بدايه استكشافهم ان هم واقعين في مشكله وان في حاجه حواليهم غريبه او مش مظبوطه. فبيخرج بهير من المكتب وبيشوف اللي الناس لابساه بره، واللي بيقول لك المشاهد دي ذكيه جدا عشان بتجمع اكتر من نوع كوميديا. يعني مثلا اللي حضر الايام دي هيفتكر كان بيعمل ايه وهتلمس معاه وهيضحك، فدي اسمها كوميديا النوستالجيا او الحنين للماضي. وطبعا اكيد هينتج ضحك مبني على التناقض وسوء التفاهم. كمان المشاهد دي في مضمونها ساتاير او سخريه نقديه لطباع الناس وقتها، ده غير ان الفيلم حطك انت كمشاهد في حته ما بين انت عارف ايه اللي حصل وان لسه ما تمش التصريح بيه بس انت مستشفه، فانت عارف حاجه هم مش عارفينها، فده برضه بيجيب ضحك. المهم بيبداوا يستكشفوا ايه الحاجات الغريبه دي، وطبعا ما ينفعش يتفوت فرصه اختلاف الاسعار واولويات الناس، فبيلاقوا رحله طالعه للجامعه بنص جنيه شامله كل حاجه، وناس نازله مظاهره عشان اللحمه غليت وبقت ب 60 قرش، وان المعادي حته فاضيه ومقطوعه. وبيجي المشهد الجميل اللي بينتج عنه كوميديا سوء التفاهم تاني، وفي مضمونه نوع اخر من الكوميديا وهو كوميديا الورد بلاي، وده هما بيطلبوا فيروز عشان يشربوها وهو بيبيع فيروز في شرايط. ترسى في الاخر ان هم بيشربوا سبيروس باتس وبيسمعوا فيروز في الخلفيه. من اكتر الحاجات اللي بتضحكني في الفيلم كله لما بييجوا يحاسبوا الراجل وبيشوفوا الفلوس الغريبه دي فبيروح علشان يضربهم. هنا بقى بتلاقي ردة فعل سمير اللي هو الراجل بتاع الاكشن وبتاع، فبيجي الراجل يروح ظرفه بالقلم على قفاه على طول. ده غير شهير هو بيلم الموضوع بعد ما ثبت الراجل وخد منه بقى 20، وبعد كده راح قال لهم يلا هوبا وراح جري. انا الإف ده بحبه جدا وبستخدمه كتير. المهم اخيرا بيكتشفوا ايه سبب اللي هما فيه، وبيعرفوا ان سببه جهاز دكتور بصير، وهما بيتناقشوا بيشوفوا عربيه سمير اللي ما كانتش عاجباها زمان في المستقبل، وبيسرقوه بشكل عبيط جدا مناسب لعبثيه الفيلم، وبيروحوا يجيبوا لبس عشان يتاقلموا على البيئه اللي هما فيها، وثم بيطلعوا على المقطم عشان يشوفوا هيعملوا ايه. وبالصدفه البحته طبعا بيطلع اليوم ده هو اليوم اللي ابوهم اتعرف فيهم على امهاتهم، فكل واحد بيبقى عايز يروح مشوار خاص بامه لا مؤاخذه. وفي مشهد عالمي وسمير بيتعصب عليهم وبيتعنطز عشان العربيه فبيزقها بتقع بتتشخرم. المهم بيروح سمير لدكتور بصير وبيلاقيه بيتضرب رغم ان هو كان مفهمه ان هو كان شوح في شبابه. وهنا بتيجي اول غلطه في الفيلم وهي في ماسوره الغاز، وده عشان اكيد ما كانتش موجوده في السبعينات يعني. المهم بهير بيروح لامه في حفله هوانم جاردن سيتي، وشهير بيروح يستقبل ابوه في المطار، وبيبقى ابوه روش وبتاع بنات فبيعرف شهير يصاحبه بالطريقه. وسمير بيمشي من عند الدكتور عشان يروح لامه هو كمان في لوكيشن التصوير بتاع فيلم عنترة بن شداد.
وبيسال عليها وبيعرف الحقيقه المره، وهي انها بتقوم من على حجر المنتج تقعد على حجر المخرج، ومن غير قصد بهير بيشقط امه، وده لما بيفضل يقول لها على الحاجات اللي هتحصل. وسمير ربنا بيوفقه بعد اصابه فريد شوقي وبياخد بطوله الفيلم، وشهير كمان بيجي له تسمم وبيروح لامه المستشفى، والسبب غير معلوم بيحاول يشقطها برضه. وبهير الموضوع بيتطور معاه وبيروح لجده وبيستغل الفرصه ان هو يعرض عليه فكره البوكسرات الجديده عشان يحل مشكلته هو في المستقبل ويبطل يشتري من بره. وبيكتمل الثلاثي لما سمير كمان امه بتتلزق له. والفرضيه دي غريبه جدا وذكيه جدا. ليه ذكيه؟ لان من كتر غرابتها بتجذب انتباهك لانك ما شفتش حاجه شبهها قبل كده. ولاحظ هنا برضه تسليم من فرضيه للتانيه، قبلها كان التحول من الحاضر للماضي وبعدين الاستكشاف، ودلوقتي خلصوا بقوا في الامر الواقع. فانتقلوا للفرضيه الثانيه وهي ان كل واحد بينجذب لامه. انا حاسس ان انا بقوله ده غلط قوي بصراحه. وعلى التوازي برضه كل واحد فيهم بيتفتح له باب شغل، يعني سمير بيمثل وبهير بيطور شغل جده وشهير بيبيع اغاني المستقبل لعبد الحليم. والسيجمنت بتاع عبد الحليم ده جامد جدا، بس في مشكله بسيطه وهي ان هنا بيحصل تضارب في الوقت، لان العيال كبرت اتعرضت 79 وعبد الحليم اتوفى في 77، فازاي شهير بيبيع له الاغاني دلوقتي؟ المهم بص على الصياعه والانتقال من ورطه للتانيه ازاي، يعني دلوقتي كلهم متفرقين فاحنا عايزين نجمعهم تاني عشان يرجعوا يشوفوا بقى هدفهم الاساسي ايه، وهو انهم يرجعوا لزمانهم. فهيتجمعوا ازاي يا ترى؟ سمير كان هيضرب ابوه عشان عايز يشقط امه فبيرميه في السجن، وبهير بيتمسك برضه في مشهد فيه غلطه، وهي ان المخبر بيجي يمسكه تحري وبيوريه الباسبور وبيقول له ان ده بتاريخ لسه ما جاش. بعدين بهير بيقول له هنغير الستة والثمانية ونخليها 5 و5، وده معناه ان هي كانت مكتوبه 86، وده مش منطقي لان المفروض ان هم اتولدوا في السبعينات او كحد اقصى في سنه 80 مثلا بعد ما امهاتهم تحمل وتولدهم وكده، فدي سقطه برضه بس ما علينا. المهم بيتاخد هو كمان على الحجز وبيلحقهم شهير بتهمه الاعتداء على عندليب، وبحيله كليشيهيه جدا بما انهم في الماضي بيقدروا ان هم يهربوا بيها من الاسم عشان يروحوا للدكتور بصير ويقول لهم ان اي حاجه بتحصل دلوقتي هتاثر عليهم في المستقبل، فلو ابوهم ما اتجوزش امهاتهم هم مش هيتولدوا اصلا. فبيجي فكره خبيثه لسمير هو انه يفلسع ام كل واحد فيهم، وزي ما قلت لك قبل كده الفيلم ده جماله في انتقاله بين الفرديات والسيجمنتات، يعني انت لو قسمت كل فقره فيهم هتنفع تبقى سكتش حلو جدا، والصياعه ان كلهم مترابطين والفيلم متماسك الى حد كبير. المهم كل واحد فيهم بيحاول يظبط امه مع ابوه، يا رب سامحني على اللي عمال اقوله ده. لكن سمير بيغدر بيهم وبيتعاون مع بهير عشان يطير شهيره، وبيتعاون مع شهيره عشان يطير بهيره، بس بيقطعوا عليه بسرعه، وشهير في كلمه الا ربع بيكتب على سميره لان هي ببساطه شقط، وكان ناقص يشغل لسمير ساعتها البت اللي انت نفسك فيها انا رايح وجاي بيها. المهم بيتجمعوا وبيتفقوا ان محدش فيهم يغدر بالتاني، وبيبداوا فعلا في تنفيذ خطتهم، وشهير بيظبط بهيره المنير، وبهير في مشهد عبثي جدا بيقنع امه ان هو ملاك عشان يخلع منها، والمشهد ده فيه افيهات عبقريه. خلص بقى ده انت اوفر انت وامك. وبهير بيقول لها معلش جيت لك بلبس الشغل عشان هو ملاك وكده. يعني الفيلم عالي قوي بجد، كله كوم، وحليم هو بيغني العنب دي كوم تاني خالص. وبتخيل دايما لو الفيلم ده اتعمل دلوقتي ممكن يضاف عليه ايه مثلا. اول حاجه بتيجي في دماغي هي ان حليم يغني راب مثلا، سواء اغنيه راب على لحنه او اغنيته على فلو راب، ويتم التريقه مثلا على الانفتاح في الاكل والتنوع الغريب اللي بقى موجود ده. وفي دماغي فكره سكتش عبيطه جدا عايز اشاركها معاكم، وهي ان المجتمع كله يبقى فود بلوجرز ويبقوا كلهم قاعدين في مطعم مثلا، وفجاه يخش شخص عادي جدا ياكل ويقول الحمد لله ويقوم يمشي، فيمسكوه بقى ويحاكموه ويبقى واقف في قفص قضبانه من ستيكس السوشي مثلا، والشاكوش بتاع القاضي يبقى ورك فرايد تشيكن، ويحكموا عليه ان هو ياكل 10 اكياس نودلز حار في ساعه مثلا. الواحد بيجي له اضغاث افكار غريبه. المهم خلينا نرجع للفيلم. شهير بيطلق سميره بالثلاثه عشان تبقى محتاجه محلل، وطبعا منها يكون المحلل غير منير، وفعلا بتتم الجوازه الثانيه وبيبقى ما فاضلش غير شهيره، ودي بقى لبسوه فيها عن طريق ان هم قالوا له ان شهير تعبان، فراح بلبس البيت ودخل من الشباك وبلغوا ابوها عليها وعملوا نوش عشان يتورط ويتجوزها، وبس بتبقى المهمه تمت على كده، ومبقاش ناقص غير ان هم يرجعوا تاني بس. فكل واحد بيعيد تفكيره في ان هو يرجع او لا، لان سمير بيجي له فيلم اسكندريه ليه بتاع يوسف شاهين، وشهير بيبقى شاعر غنائي، وبهير دنيته بتبقى مشيت في البوكسرات. وهنا كل ما اتفرج على الفيلم بيجي له سؤال، دلوقتي هم عايشين في السبعينات، فلو نووا يكملوا فيها مثلا وابوهم خلاص اتجوز امهاتهم، هل هيتولدوا فعلا ولا امهاتهم هيبقوا لا انجابيين ولا ايه اللي هيحصل؟ المهم دكتور بصير بيدبسهم ان هم لازم يرجعوا عشان يجرب الجهاز عليهم، وبيجربوا فعلا، لكن لسوء الحظ عشان يكمل الافيه بيرجعوا لايام الفراعنه، وبس بيخلص الفيلم على كده. ودلوقتي خلينا نروح لفقره المراجعه. الفيلم جامد جدا ومن اكتر الافلام اللي شفتها ضم هذا الكم من انواع الكوميديا، وكمان محطوطه في سياق مترابط. واكيد هم مش قاعدين يعملوا تشيك جنب كل نوع مثلا، لا هم كتبوا شخصيات حلوه ومواقف حلوه وسابوا الشخصيات تتعامل في المواقف، فطلعوا ماستر بيس وفيلم عمره ما هيقدم. وكمان بيعجبني في الفيلم ده انه فيه لمحات وتفاصيل من برنامج افيش وتشبيه، وده الثلاثي كانوا عاملينه سوا، كانوا عباره عن بارودي على افلام معينه، يعني ده بيوضح جدا مثلا في مشهد الفلاحين وبهير بيعملهم ازاي، وطبعا في مشاهد تصوير عنترة بن شداد. وبشوف ان الفيلم طلع بالحلاوه دي لانهم كانوا ما صدقوا ان حد اقتنع بيهم، قرر ان هو يصرف بادجت كبيره الى حد ما في عمل يخصهم، وده لانهم هم كمان اللي كاتبين الفيلم ده. ومن وجهه نظري الفيلم ده ظاهره، واحب اشوف الفكره دي بتتعمل تاني لانها منطقه ثريه جدا، واحنا ما قربناش منها غير في الفيلم ده، وفيلم درس خصوصي بشكل كوميدي. كمان اللي هيخدم سرديتها حاليا ان الدنيا اتغيرت تماما في اخر 20 سنه بالذات، من اكل شرب تكنولوجيا موضه فكر وحتى ستايلات الشعر، كل حاجه اتغيرت بشكل عام، فتقدر تعمل فيلم حلو ايا كانت معالجته ايه، سواء دراميه من حيث بقى ايه اللي خلانا نتغير قوي كده، او كوميديه زي فيلم النهارده. وبس كده لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي رايك في الكومنتات. سلام.